بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. انتقال محمد صلاح ويورجن كلوب معا إلى باريس سان جيرمان أو ريال مدريد بقرار من كيليان إمبابي. محدثكم وافي عرفة على قناة الأهلوية. صلي على الرسول وندخل في الموضوع على طول. يبدو أن فخر العرب محمد صلاح قد اقترب على الرحيل من أنفيلد والبحث عن مغامرة كروية جديدة خارج ليفربول، وهذا ما أكدته الكثير من التقارير الصحفية ومنها صحيفة ميرور البريطانية والتي تعد من كبرى الصحف الرياضية في إنجلترا، حيث قالت الصحيفة إن صلاح أخطر إدارة ليفربول بنيته مغادرة الفريق في نهاية الموسم الحالي وعدم تجديد عقده مع الريدز. وأشارت الصحيفة إلى اتفاق صلاح مع أحد الأندية دون ذكر اسمه، خاصة أن عقد صلاح ينتهي مع ليفربول في 2025. مما أكد الخبر هو إعلان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن رحيله عن الفريق في نهاية الموسم، مما يعزز الأخبار التي تؤكد رحيل صلاح نظرا للعلاقة القوية بينهم ونظرا لثقة صلاح في إمكانيات يورجن كلوب. وقد أشارت بعض التقارير الإنجليزية إلى اتفاق بين يورجن كلوب ومحمد صلاح للانتقال لنفس النادي الجديد ومحاولة كتابة التاريخ في مكان جديد والدخول في تجربة كروية أخرى. وانقسمت الآراء بين النقاد الرياضيين والمهتمين بالكرة على مستوى العالم بين ناديين اثنين هم الأقرب لضم محمد صلاح ويورجن كلوب معا، وهم نادي باريس سان جيرمان ونادي ريال مدريد، حيث يعتبر اللاعب كيليان إمبابي هو كلمة السر في اسم النادي الذي سينتقل إليه مو صلاح، حيث أعلن كيليان إمبابي رحيله عن باريس سان جيرمان الموسم القادم. وهناك تأكيدات على رحيله إلى ريال مدريد من الكثير من التقارير الصحفية، وهو لم يثبت صحته من عدمه إلى الآن. فلو صحت تلك الأخبار سيكون محمد صلاح هو البديل الأقوى أمام إدارة باريس سان جيرمان لتعويض غياب إمبابي، وخاصة بعد رحيل ميسي ونيمار يحتاج فريق باريس سان جيرمان إلى لاعبين كبار بحجم محمد صلاح لتعويض غياب هؤلاء النجوم وللتخفيف من الغضب الجماهيري. وفي حالة ضم يورجن كلوب سيبدأ باريس سان جيرمان وضع خطة جديدة وتكوين فريق كبير يمكنه المنافسة على بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو الحلم الذي تتمناه إدارة باريس سان جيرمان وجماهيره، وهو ما يمكن تحقيقه بوجود نجم عالمي مؤثر وهداف مثل محمد صلاح ومدرب يمكنه تكوين فريق كبير وقيادته لتحقيق البطولة مثل يورجن كلوب. أما في حالة انتقال كيليان إمبابي لنادي آخر أو عدم تحركه وبقائه في باريس سان جيرمان سيكون ريال مدريد هو الخيار الأمثل لمحمد صلاح، لأن الفريق الملكي يسعى جاهدا للتعاقد مع نجم كبير بحجم محمد صلاح، لأن هذا النادي اعتاد على وجود نجوم سوبر ستار داخل تشكيلته. وبعد رحيل كريم بنزيما تسعى إدارة نادي ريال مدريد للتعاقد مع أحد النجوم العالمية الموجودة على الساحة الآن، ولذلك تحاول إدارة نادي ريال مدريد التعاقد مع كيليان إمبابي، ولكن يبقى الاتفاق المالي هو العقبة الوحيدة، حيث يرغب كيليان إمبابي في الحصول على منحة تعاقد 150 مليون دولار بالإضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى في الإعلانات وحقوق استغلال الصور، وهو ما ترفضه إدارة نادي ريال مدريد. وهذا الأمر من الممكن أن يعرقل تلك الصفقة ويفتح الباب أمام محمد صلاح للانتقال لنادي ريال مدريد. إذا يعتبر كيليان إمبابي هو كلمة السر في انتقال صلاح سواء لباريس سان جيرمان أو لريال مدريد، ويتبقى الخيار الأخير لصلاح والذي لا يفضله كل المحبين لكرة القدم وللاعب، وهو الانتقال لأحد الأندية السعودية في ظل رغبة أكثر من نادي سعودي للتعاقد مع اللاعب، حيث وضعت إدارة الأندية السعودية مبلغ حوالي 200 مليون دولار من أجل إقناع اللاعب بالرحيل للسعودية. يا ريت تسيب رأيك في التعليق وتقول أي فريق تفضل انتقال صلاح أم تفضل بقائه في ليفربول. رأيك مهم جدا ويهمنا، ويا ريت تعمل لايك وتشترك في القناة، والسلام عليكم.